عسلامة، شنو حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس عليكم. قلت تو قيت لازم نبداو في تحضيرات حلول العيد. جيت نعمل كعيبات حمصيه، المساند الرسمي متاع التوانسه الكل، باش نشارككم غوسات بنينه على الاخر وسهله والمقادير متاعها مضبوطه، وباش نعطيكم كل شيء بالتفصيل ويجوكم الكعبه كيف اختها من غير لا قلب لا حد شيء. اقعدوا معايا تبعوا الفيديو للاخر، وما تنساوش تعملوا اشتراك للقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. جوست قبل ما نبداو، الكميه اللي عملتها باش طيح لي البلاتو هذيك اللي قدامكم، ومعاه كعيبات اخرين تقريبا 6-7 كعيبات. انا راني ما عملتش كميه كبيره ياسر، ما شاء الله شويه شويه من كل نوع، فيه الف بركه. سينو اذا تحبوا تنجموا بعديك تضاعفوا في الكميات. فوالا، ونتعدوا توا المكونات نتاعنا. خذيت 500 غرام حمص. الحمص هذا قليته في تونس ورحيته وجبته معايا حاضر. قليته معناها حمرته على النار، سينو نعرف اللي الرحيان ماهوش ديما متاح، سورتو الجماعه اللي عايشين برا. دونك انا شنو مستنسه نعمل؟ ناخذ الحمص مرحي من عند لاتراك هكا يبيعوهم كشتي، والله بالطل ولا بالكيلو نسيت. المهم، والا تلقاوها عند الجماعه اللي يبيعوا فازات العرب، سا سي سيغ معناها. ما نعرفش الحق يبيعوهم في لي غران سورفاس ولا. المهم، ونقعد نقلي فيه على نار هاديه ونحرك فيه، والا تنجموا تدخلوه للفور. ليسونسيال ديما تقعدوا تحركوا فيه حتى اللي تتنحلوا السنونيه نتاعو وتطلع ريحته الفاوحه ولونه يتبدل. وعلى 500 غرام حمص ناخذ 250 غرام فرينه. ديما الفرينه هي شطر كميه الحمص اللي باش نعملوها. حضر زيادة 100 غرام نشا و150 غرام سكر محور. بالنسبه للسكر المحور تنجموا تستعملوا من 150 ل 200 غرام. انا الحق ما نحبوش يبدا ياسر حلو، بعديك انتم تنجموا تحركوه وتذوقوا اذا تحبوا تزيدوا شويه سكر. ليسونسيال لازم يكون سكر محور مش سكر عادي. وبالنسبه للسوائل نستعملوا 250 مليلتر ما بين الزيت والزبده. بالنسبه للزيت نستعملوا زيت قطانيه، ما كانش راهي الحمصيه تجينا قويه ياسر، الحق ما ينجحش بزيت الزيتونه. الوغ كي يزيد يقعد تولي ريحته مش باهيه حتى الطرف. والزبده نذوبوها ونحيولها الحليب نتاعها ونصفيوها بالباهي، ولو كان تنجموا تخليو الزبده حتى اللي يتبدل لونها شويه وتطلع منها ريحه النوازات. فوالا ليسونسيال نصفيوها بالباهي هكاك، بعديك ما يقعدش فيها الحليب. وبالنسبه للكميات نجموا تحطوا شطر مثلا 125 مليلتر 125 مليلتر، والا 100 مليلتر 150 مليلتر. المهم كي تجمعوهم بزوز مع بعضهم يتشحوا 250 مليلتر. وفي المرحله هذه باش تعدي نصفيو كل شيء. اول حاجه باش نبدا بالحمص نتاعي. بسم الله. بعد ما صفيته فضل لي هذايا الاحرش اللي مترحاش بالباهي نخليو كان بودر صافي هذايا نلوحوه. باش نحط توا الفرينه. بسم الله. باش نزيدهم توا 100 غرام نشا. كل شيء لازم يتصفى. يقعد لنا نصفيو توا السكر المحور. وتنجموا في المرحله هذه اللي يحب يزيد شويه في كيم هروشه، انا باش نحطها كيف ما هي. نخلطوا توا المكونات الكل مع بعضهم، وتوا سي بون. الخليط نتاعي الكل ولا متجانس، كل شيء يتخلط مع بعضه بالباهي. السكر محور، الحمص، الفرينه والنشا. توا باش نعمل؟ باش نبدا نزيد في السوائل نتاعي اللي هما الزيت والزبده، ونبداو نزيدوا فيهم بشويه بشويه، على خاطر كيف ما تعرفوا فما فرينه تشرب فما فرينه ما تشربش. تنجم تكون الفرينه اللي تستعملوها نتوما مش كيما الفرينه اللي عندي انا. المهم في الاخر انا استعملت 250 مليلتر بالضبط، نتوما عينكم ميزانكم. وكيف ما قلت لكم نقعدوا نزيدوا في الزبده والزيت بشويه بشويه حتى لين نتحصلوا على القوام اللي حاجتنا بيه. وقتها نبداو نفركوا فيه هكا بصوابعنا باش نعاونوه انه يخرج الزيت نتاعو. ليسونسيال راهو ما تفوتوش 250 مليلتر، سينو يوليش مزيت ياسر. معناها 250 مليلتر التكستور بعدك تبدا بارفيت. ونقعدوا توا نصبطوا فيه ما بين ايدينا. اش معناها نصبطوا فيه؟ نشدوا هكا كعبوره نلمدوها ونقعدوا نضربوا فيها هكاك ما بين يدينا حتى لين تخرج الزيت نتاعها وتولي شاده روحها. ما نعملوهمش دي بودان كبار، نعملوا دي بودان جواد هكاك فيسا فيسا، بعد كي نخدموهم تك تك. وراهي بالميثود هذه ما حناش باش نستحقوا ماكينه باش نستعملوا كان شي يدينا هكا. هاو نواصل بنفس الطريقه مع الكعبات الكل حتى لين نكملوهم ونتعداو توا نفورموهم. خذيت توا اول بودان حليته بيديا في الخشن اللي انا حاجتي بيه. تنجموا تزيدوا تجودوه اذا تحبوا. حضرت شويه فيكيا مهروشه بخلطه بشويه جلجلان، ما كاينش تنجموا تستعملوا جلجلان هكا. رشوا شويه ولفوها عليه. بعديك شنو نعمل؟ نسويوها بالقلقال باش تبدا هكا مستقيمه. واخترت حاجه نقيس بها. تنجموا تاخذوا مسطره، تنجموا بعديك تقيسوا الطول اللي انتم حاجتكم بيه. انا خديت ساشي خميره
وقست بيه ما شاء الله الكعبات الكل جاو كي بعضهم. بعديك حضرت بابي كويسون وحطيتهم بحذاه ونحطوا ما بيناتهم شويه اسباس، نقراو حساب اللي هي كيف باش تطيب باش تزيد تنفخ زاده. حبيت نوريكم كعيبه فوالا، حطيتهم الكل بحذا بعضهم وتعديتهم فورهم في الفورمه الثانيه. والمرة هذه حليت البودان اما خليته خشين شوية، حبيت نعملهم كعيبات مقروض مالغري ما عنديش القالب. كيف عملت لهم الفاكية واستويتهم بالقلقال، وجبت حويجة بلات ننزل عليها شوية من الفوق اما ما نكثروش ما ننزلوش ياسر معناها. وبعدين قصيت بالورقة فورمة متاع كعبة مقروض وقعدت نتبع عليها. وبعديك فورمتهم الكل كيف ما شاء الله ريتو مزيانها. اسهل من هكا في بالي ما فماش. حطيتهم زاد هما في الطبق وتعديت نحضر في الفورمه الثانيه. حبيت نعملهم هذوما صوابع من غير فاكهه على خاطر راجلي ما يحبهمش بالفاكهه، دونك نعمل شويه بالفاكهه على خاطري وشويه من غير فاكهه على خاطر راجلي. هكا قصيتهم زاد كيف ونزلت عليهم هكا شويه بالسكينه جرحتهم شويه يعطيو زاد منظر ياسر مزيان. بعديك الفورمات راهو تنجموا تنوعوا كيف ما تحبوا انتوما. عملت زاد كعيبات مقروض اما من غير فاكهه زاد، حتى لين عبيت البلاتو متاعي وفضلوا لي زاد كعيبات حطيتهم في طبق اخر تقريبا 7 كعبات ودخلتهم للفور على 150 درجة مدة 45 دقيقة في الليتاج الوسطاني. وبعد كي نخرجوهم ونخليهم يبردوا بالباهي قبل ما نشدوهم ما كيش راهم يتفركوا في دينا، ونستحفظوا عليهم في حكة اغماتيك. ماذا بيكم حكة الشامية هذيك احسن حكة نحطوا فيها الحلو متاعنا، معناها احنا اون جينيرال توانسه نحطوا في حكة الشامية تصبر وما تخليش الهواء يدخل. وراهم ما شاء الله جيو بنين يعملوا 66 كيف. نتمنى غوسات اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش تعملوا اشتراك للقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. ملتقانا في وصفه جديده ان شاء الله. بالسلامه.